مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير ومستمرين في تفريزات شهر الخير. كل سنة وانتم طيبين. وده الجزء الثاني، ولكن جزء مهم جدا جدا، يا ريت تحفظوه عندكم. عاملة النهاردة نوع كفتة اقتصادية تحفة يا جماعة، بجد لو جربتوها مرة مش هتبطلوا أبدا انكم تعملوها. زي ما قلت لكم، حابين اننا نضاعف دايما كمية اللحمة خصوصا في الفترة دي. زي ما انتم شايفين معايا هنا في الكيس نص كيلو من البرغل البلدي الخشن، ودي اهم حاجه. قسمت الكيس نصين علشان انا هاخد ربع بس، ويا ريت نركز كويس في الخطوه دي. انا هنا هعمل كيلو من اللحمه، محتاجه لها نص كيلو برغل، ولكن نص كيلو هو ناشف ولا بعد النقع؟ لا، بعد النقع، لان دي غلطه ناس كتير جدا بيقعوا فيها. اخدت ربع كيلو، نقعته بميه مغليه بالشكل ده، اتضاعف معايا حجمه وبقى نص كيلو. طبعا دي الرواسب اللي نزلت منه هنصفيه وهنديله غسله كويسه جدا. يبقى الربع كيلو بعد النقع بيبقى نص كيلو زي ما انتم شايفين. انا دايما بستخدم لكيلو اللحمه نص كيلو بعد النقع، بتضاعف لي الكميه، بتخليها كويسه جدا وممتازه. طبعا هحط هنا كميه من البصل، حوالي 2 متوسطين او 3. التتبيله العاديه بتاعت اي كفته، وخليكم ماشيين معايا وركزوا في الخطوات هتلاقوها اسهل ما يكون. معلقه كبيره من الثوم المفروم، ودي اهم حاجه هتخلي لي ريحه الكفته وطعمها مميز جدا. وطبعا حزمه من الشبت وحزمه من الكزبره، مغسولين كويس ومتنشفين، وهنزل بكل الحاجات دي في الكبه. هديلها فرمه كويسه جدا ناعمه. وخليكم معايا اللي وصل لهنا، اللايك والتعليقات، ومستنيه رايكم جدا جدا يا احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. طبعا كل ما بندي فرمه بنفتح وبننزل الخضره والبصل الموجودين على جوانب الكبه. انا عايزاها تكون ناعمه جدا. في المرحله دي هبدا انزل بالبرغل واحده واحده، انا عايزاه كله يتجانس مع الخضار اللي عندي كله. لو عندك مفرمه اوكي، مفيش اي مشكله خالص. هبتدي ان انا انزل بكل الكميه دي. انا عايزه كل حاجه تكون مخلوطه مع بعضها كويس جدا، يعني نعموها كده من الاخر. الكفتة دي يعني مميزة جدا يا جماعة، هتحبوها أكتر من العادية. وعلشان ما اطولش عليكم، انا هنا كنت فرمت كل كمية البرغل مع الخضرة والبصل والثوم، وكده الموضوع بقى تمام قوي. في المرحلة دي هنزل عندي بكمية اللحمة، كيلو لحمة زي ما قلت لكم. طبعا في ناس ممكن تزود البرغل عن كده، ولكن انا شايفة ان المقدار ده ممتاز. حطيت 3 معالق صغيرين من الملح، وحطيت فلفل اسود وبابريكا و7 بهارات. وطبعا دلوقتي هزود حوالي نص معلقه صغيره جدا من القرفه. طبعا ال7 بهارات اللي هي بهار اللحمه موجود عند اي عطار. وهنعمل ايه تاني؟ مكست كل المكونات دي مع بعضها، وهنزل بقى اللحمه مع البرغل اللي عندي كله ياخد وش تاني. انا محتاجه جدا ان انا انعم الكفته، وطبعا ده سر نجاحها، خلينا متفقين على كده. زي ما انتم شايفين فرمت كل الكميه اللي عندي وكله اختلط ببعضه. نزلت بحوالي نص كوبايه من البقسماط. خدوا بالكم كل دي حاجات بتساعد على تماسكها وبتزود لي الكميه جدا، واديها عجنه كويسه قوي قوي. واحنا خلاص بالفعل بهرناها، ما اقولكيش على ريحتها هتكون عامله ازاي. كفته جميله وتحفه. وشايفين من كيلو لحمه عملنا كيلو ونص، او يمكن كمان 2 الا ربع. يعني الكميه عندي اتضاعفت، وفي نفس الوقت ريحه اللحمه عندي ظاهره، واللحمه كمان عندي موجوده. مش شرط ابدا علشان نضاعف الكميه نبالغ في المكونات بحيث ان طعم اللحمه ما يكونش واضح. احنا برضو عايزينها في النهايه كفته. وده شكلها النهائي بعد العجن. وحبيت ان انا اعمل لكم صابع كده اعرفكم قد ايه متجانسه وجميله، مادام اننا نعمناها في الكبه كويس قوي. خلاص في المرحله دي انا هشيلها على جنب، وكنت كمان صبعتها علشان اختصر عليكم. هنجهز لها ايه بقى؟ هنجهز لها دقيق وحليب مع بيض، وعليه رشه فلفل اسود مع رشه ملح، وهخفقهم كويس جدا مع بعض. طبعا هننزل بيها في الدقيق، بعد كده في البيض بلبن، بعد كده في البقسماط، لانها هتكون عندي كفته محمره. واحفظيها كده في الفريزر، مفيش اي مشكله خالص. هتطلعيها تفك شويه وتحمريها، هتلاقيها معاكي تمام تمام اروع ما يكون. نزلت عندي هنا كميه من البقسماط. تقدري تكتفي ببقسماط فقط، ولكن انا دايما احب ان انا اطعمه. هضيف عليه كام كيس من الفيجيتار كده زي ما انتم شايفين. وفي العادي ممكن كنت احط على البقسماط شويه ملح، شويه فلفل، وشويه بابريكا، ولكن بما ان كان عندي كل سنه وانتم طيبين بقى متبقي عندي من تفريزات رمضان، فقلت طب ليه لا ننزل كده بكام كيس فيجيتار على الحاجات دي. وده شكلها بعد ما صبعتها علشان اختصر عليكم. كده خلاص كل حاجه بقت سهله وبقت جاهزه، مش قدامنا غير التطبيق. هبتدي انزل واحد واحد في الدقيق،
واحافظ جدا على ايد تكون ناشفة وايد هي بس اللي تنزل في البيض. ايوه، يعني انا نزلت ايدي الشمال في البيض، دايما ايدي اليمين تكون ناشفه زي ما انتم شايفين كده، علشان دي اللي همكس بيها او هغطي الكفته بالبقسماط زي ما انتم شايفين. وكنت مجهزه طبعا اطباق فلين، وكنت حاطه فيها اكياس تلاجة، ومستمرة من الدقيق على البيض بالحليب. وطبعا ما تنسوش تحطوا عليه شوية فلفل اسود مع الملح، والكمية مش هتاخد معانا اي حاجة خالص، وفي ثواني عملناها. وطبعا قلبيها في البقسماط كويس جدا كده يمين وشمال، وغطيها وحاولي والصباع بين ايديكي كده تنفضيه كويس علشان اي زوائد من البقسماط تنزل. الموضوع هيكون سهل جدا وبسيط، ولو معاكي اي حد في البيت يقدر ان هو يساعدك فيه. شايفين اللهم بارك ما شاء الله، كل الكمية دي من كيلو لحمة، وحجم كمان الصباع محترم قوي. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني اعرفكم طريقة التسوية. كده خلصنا اهم نوع كفتة. طب تيجوا بقى نعمل حاجة حلوة جدا كل أولادنا بيحبوها، هنعمل برجر. معايا هنا كيلو من اللحمة، نزلت عليه ب4 معالق من الكاتشب، وبصوا عمايله أسهل ما يكون. ونزلت معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة كمان صغيرة أو يعني خلوها نص معلقة من الثوم. دايما خلي البصل البودر في البرجر أكتر من الثوم. شوية بهارات مشكلة، شوية فلفل أسود، وطبعا ده كان كيلو هياخد معايا معلقتين صغيرين من الملح. ايه بقى المكون الاساسي اللي هيربط عندي؟ هحط 4 معالق من الدقيق. طبعا اختلفت طرق البرجر، ولكن دي طريقتي كويسه فيه والناجحه واللي معتمداها وبحبها قوي. وشويه بابريكا مدخنه تخلي لي الطعم غني وكويس جدا، ومدخن كمان تخلي اللون تحفه كده زي ما انتم شايفين. اديته عجنه محترمه، لازم العجن في اي نوع لحمه بيخلي نسيجها يتماسك في بعضه وتكون ممتازه يا جماعه. وكورتها بسرعه، وتقدري تعمليها في غطا برطمان او بين ايديكي، مفيش اي مشكله. ولو عندك طبقات البرجر دي، يا ريت عادي يكون يعني اجمل ما يكون. فتحت اكياس ثلاجه واديتها دهنه من الزيت، وهبتدي ان انا احط قطعه اللحمه بتاعتي واديها ضغطه. رمضان زي ما قلت لكم مش شرط محاشي ومكرونات ورز، اكيد بيجي علينا يوم ونزهق ونكون عايزين اي سندوتشات سريعه، خصوصا لو ست البيت صاحيه متاخر. ومستمر هنا في تشكيل البرجر. ويا رب اكون فدتكم يا حبايبي، ومستنيه رايكم وتعليقاتكم. بحبكم جدا جدا يا احلى اخوات، وكل سنه وانتم طيبين، واسيبكم في رعايه الله.